لا تكاد تجد أحد من الناس إلا وعنده هم أو غم أو حزن أو ضيق أو نكد أو كدر، والناس في ذلك بين مقل ومستكثر، ولكن أقلهم حزنا وضيقا وكدرا وهما هو الذي قوى علائقه بالله عز وجل. ومن علاجات السنة النبوية للهموم والغموم والأكدار والضيق، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ويقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أهمه الأمر رفع طرفه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم. وهذا يفسر قوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وفي حديث أبي بكر: دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وفي حديث أسماء بنت عميس قال: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي حديث ابن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. يعني من قال هذا الحديث أبدله الله عن حزنه فرحا وسرورا. وقال: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي رواية: دعوت ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب. في حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام وجده في المسجد فقال: ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال: ألا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. فيا أرباب الهموم والغموم والأحزان، أبشروا ثم أبشروا ثم أبشروا، فكم لله من لطف خفي يدق قفاه عن فهم الذكي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة في العشي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب، فكم لله من لطف خفي. إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. هون عليك فكل الأمر ينقطع، وخل عنك ضباب الهم يندفع، فكل هم له من بعده فرج، وكل كرب إذا ما ضاق يتسع. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن القاسم الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. اللهم ربنا ومولانا اجعل لنا وللمؤمنين والمؤمنات من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأنت أرحم الراحمين.